فاكرة لما قلنا في أول حلقة إن الناس إضافة مش إنقاذ. السؤال الحقيقي اللي بيجي في بالنا كلنا هو ليه بنحس طول الوقت إننا محتاجين حد ينقذنا؟ يا مساء الخير في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور. تفتكري ليه بنعلق الأمان النفسي بتاعنا وسعادتنا وحتى ضحكتنا على وجود شخص معين في حياتنا؟ النهاردة هنفكك سوا فخ الإضافة. هنعرف إزاي نحول علاقتنا من طوق نجاة بنتعلق فيه عشان ما نغرقش. خليني أحكي لك قصة صغيرة. قصة البنت اللي كانت دايما مستنية المكالمة اللي هتخلي يومها يبدأ، الرسالة اللي هتثبت لها إن هي كويسة جدا ومحبوبة. البنت دي كانت عايشة في حالة انتظار مستمر. الانتظار ده هو أكبر عدو للأمان النفسي. لما بنستنى إن حد ينقذنا من وحدتنا أو زعلنا، إحنا بنقول لنفسنا ضمنيا أنا لوحدي مش كفاية، أنا ناقصة من غير ما يكون في حد موجود معايا. وهو ده الفخ اللي إحنا بنقع فيه. الفخ إن إحنا نشوف الناس كأدوية مش كأصدقاء ومشاركين معانا في الرحلة دي. عشان تعرفي أنتي في فخ الإضافة ولا الإنقاذ، اسألي نفسك الأسئلة دي بكل صراحة. هل بتقدري تستمتعي بخروجك لوحدك أو قعدتك مع نفسك زي ما بتستمتعي معاهم؟ هل غيابهم بيخليكي تحسي إن قيمتك في نظرتك قلت؟ هل بتوافقي على حاجات مش مريحاكي بس عشان خايفة يمشوا وتسيبوكي وتبقي لوحدك؟ لو الإجابة أيوة على كل الأسئلة دي، فأنت هنا بتدوري على منقذ. والمنقذ للأسف غالبا بيمشي أو بيتعب أو بيزهق، لأننا بشر. كل الناس دي بشر زيك بالظبط، مش المفروض يشيل مسؤولية سعادتك. طيب يبقى السؤال هنا، ازاي نخرج من فخ الاحتياج ونخلي الناس مجرد إضافة حلوة في حياتنا؟ أول حاجة، املي التانك بتاعك. يعني ايه؟ يعني ابدأي بحاجات صغيرة بتفرحك انت لوحدك. الحاجات دي مش لازم تميك سنس لأي حد غيرك من غير ما تصوريها أو تبعتيها لحد تستني رأيه فيها. تاني حاجة، حددي مناطق الأمان. يعني الأمان لازم ينبع من روتينك، من شغلك، من علاقتك بربنا أولا، ثم علاقتك بنفسك. مش إن أنت تستني كلمة حلوة. الكلمة دي خلي بالك ممكن تأثر في يومك كله لو هي طلعت وحشة. يبقى احنا مش مستنيين كلمة من أي حد. تالت حاجة، اتعلمي تقولي أنا موجودة. لما تحسي بالوحدة واجهيها بدل ما تهربي منها. لمكالمة تليفون تسكت الوجع مؤقتا. اقعدي مع حزنك وافهميه، هو عايز يقولك ايه عن نفسك، انت ليه دلوقتي متضايقة، انت ليه دلوقتي حزينة. ولو فاكرة احنا كنا بنتكلم على الجورنالينج في أول الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها مع بعض. رابع حاجة، غيري المسمى في عقلك. يعني ايه؟ يعني استبدلي كلمة أنا محتاجة بكلمة أنا حابة وجود الشخص ده. أنا مش محتاجاه، أنا حابة وجوده. الفرق في المعنى هيغير شعورك بالاستحقاق وبحريتك الشخصية. خامس حاجة، كوني إضافة لنفسك. يعني إيه كوني إضافة؟ يعني قبل ما تستني حد يضيف لحياتك اسألي نفسك، أنا ضفت لنفسي إيه النهاردة أصلا؟ وآخر حاجة عايزة أقولها عشان ما أطولش عليكي وإحنا في العيد، كل سنة وإنتي طيبة. الناس ممكن يجملوا الرحلة بتاعتنا، ممكن يضحكونا، ممكن يسندونا، بس مش هما الرحلة. مش هما الرحلة نفسها. انتي البطلة، انتي المنقذ الوحيد اللي هيفضل معاكي للآخر. فلو انتي وصلت لحد هنا فشكرا جدا. ما تنسيش تعملي سبسكرايب عشان نعرف نتكلم اكتر مع بعض في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور. وما تنسيش تقول لنا في الكومنتس ايه اكتر حاجة بتحسسك بالأمان بعيدا عن وجود الناس.